السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شوقي من قناة شوقي المزارع. مرحبا بكم في أول فيديو في القناة اللي غادي نهضروا فيه على مميزات تربية الأرانب. واش هو مشروع مربح كما كنسمعوا عليه، وشنو اللي يخلينا نفكر في تربية الأرانب. ونبداو بمميزات تربية الأرانب. أول ميزة هي الخصوبة العالية. الأرانب كتميز بخصوبة استثنائية، حيث الأم كتولد بعد 30 يوم من التلقيح فقط، بالإضافة للإنتاج الكبير. الأم الواحدة كتولد بين 7 حتى 12 أرنب دفعة واحدة، وهذا العدد كيتكرر بزاف ديال المرات في العام، بحيث الأم الواحدة تقدر توصل في العام بين 40 حتى 50 خلفة. ندوزو للميزة الثانية اللي هي سرعة دوران رأس المال. من بعد 4 شهور تقريبا من البداية المشروع كيبدا يحقق الإنتاج، ويمكن تبيع بشكل منتظم سواء كل أسبوع ولا كل 15 يوم على حساب الحجم ديال المشروع ولا العدد ديال الأرانب اللي بديتي بهم. ثالث ميزة اللي هي قلة التدخل. الأرانب كتكفل ولا كتهتم برعاية الصغار ديالها بدون ما كتحتاج تدخل كبير منك، بحيث كتهتم بالتدفئة والرضاعة وحتى التربية. دابا نجاوبوا على السؤال علاش مشروع الأرانب كيكون مربح مقارنة مع المشاريع الأخرى. أول سبب، تكلفة البداية تكون قليلة مقارنة بالمشاريع الأخرى. سرعة الأرباح بسبب دورة الإنتاج القصيرة، وكيكون ملائم للمساحات الصغيرة، بحال مثلا عندك شي غرفة صغيرة ولا شي بلاصة في السطح راه يمكن لك دير هذا المشروع هذا. ولكن هادشي ماشي بهاد السهولة، يعني ضروري بحال أي مشروع خاص الاهتمام. بحال مثلا خاصك توفر لهم مكان نظيف وآمن للأرانب، تختار السلالة بعناية على حساب الهدف ديالك من المشروع، تعلم أساسيات العناية والصحة ديال الأرانب باش تجنب الخسائر، وأخيرا تنظم جدول ديال التلقيح والولادة باش كتحافظ على الاستمرارية ديال الإنتاج. وهادو هما المواضيع ديال الفيديوهات الجاية إن شاء الله، اللي غتكون على شكل سلسلة ديال تعلم تربية الأرانب، ولا غتنقلك من واحد ما كيعرف حتى حاجة في تربية الأرانب حتى الاحتراف. هنا غادي يكون سهلة هذا الفيديو اللي هو عبارة عن مقدمة لهاد القناة هذه اللي الله بدات، ونتلاقاو في فيديوهات جايين اللي غيكونوا مهمين بزاف. هادشي علاش الا مهتم ضروري تشترك معنا، واعجاب بالفيديو باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.